السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل بقى المرة دي على سبونسر جديد. طبعا ده الإعلان اللي كنا شغالين عليه، لسه ما كملناش حاجة، ويعني زي ما انتم شايفين كده التكلفة طبعا زي ما احنا كنا عاملين ميزانية. المبلغ ده تم إنفاقه 23 جنيه لحد دلوقتي، جاب لنا 15 رسالة، يعني معقول وصول 1200، فمعقول تمام. هنبدأ بقى في حملة جديدة إعلانية جديدة. هنعمل على إنشاء، طبعا هنشتغل شرعي برضو على نفس الحساب تمام. هنضغط على إنشاء. بعد كده هنختار برضو حملة إعلانية رسائل تمام. بعد كده هنسمي اسم الحملة الإعلانية زي ما احنا متعودين طبعا. طبعا هنشتغل النهاردة على البيج بتاعت ألمنيوم ديزاين ايجيبت. هناخد الاسم كوبي كده ونسمي الحملة الإعلانية بتاعتنا بنفس الاسم، وهنضغط متابعة تمام يا شباب. هنسيب برضك الصفحة اللي قدامنا دي، هنسيبها مش هنعمل فيها أي حاجة خالص، وهننزل نضغط على التالي. طبعا دي بيج بتاعت مطابخ ألمونتال، وحاجات اللي هي بتاعت الأدوات المنزلية بتاعت زي ما انتم شايفين كده، كلها مطابخ ألمونتال وحاجات كده تمام. البيج اللي احنا هنشتغل عليه ايه هو ده، دي قصدي الإعلان اللي هنشتغل عليه. هنضغط على التاريخ بتاع البوست، بحيث ان يظهر لنا فوق هنا كده الاي دي بتاع هيظهر لنا فوق هنا الاي دي بتاع البوست اهوت. هناخده بس كوبي تمام. نضغط بقى هنا على مدير الاعلانات، هنختار بقى طبعا حملتنا تبقى ماسنجر برضو. ميزانية يومية، احنا ممكن نعملها ميزانية يومية او ممكن نعملها حملة كاملة. ممكن نعمل حملة كاملة مثلا، ولو يكن ميزانية الحملة كلها مثلا برضو هنقول مثلا 230 مثلا. مدتها نخليها مثلا يعني نختار النهاردة 3 4 5 مثلا، تنتهي يوم الخميس في نفس الوقت ده، مفيش مشكلة. نعملها لحد يوم 5 230 تمام. هننزل تحت، هنختار بقى الجمهور، طبعا الجمهور المحفوظ للملابس فقط، مفيش اي جمهور تاني هنا معانا. هنبدأ ان احنا نختار الجمهور بتاعنا. طبعا هو هنا بيختار العميل طبعا عايز مناطق معينة، ممكن نختار له المناطق اللي هو عايزها تمام. طبعا عندنا هنا عميل نختار المدن اهيت، انا كتبتها في نوت كده جنبنا، تكون جنبنا بحيث ان احنا نبدأ نكتبها. طبعا اخترت المدن اهوت تمام. الهضبة، حدائق الاهرام، زهراء المعادي، تجمع الخامس، مدينة الرحاب، اكتوبر. زي ما انتم شايفين كده المدن نفس المدن اهيت، مدينة اكتوبر، الاهرام، تجمع الخامس، الرحاب. وطبعا مكانهم على الخريطة زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده كل مكان اخترناه بيبقى موجود معانا هنا اهوت. مدينتي، طبعا هو في مسافات بينهم غريبة، بس هو انت كده كده بتختار المناطق، العميل هو اللي بيحددها، انت بتقدرش انك تحدد فيها حاجة. يا اما مصر كلها يا اما العميل هو اللي بيحددها زي ما انت شايف كده تمام، لان هو بيبقى عارف ظروف شركة الشحن الخاصة بيه او كده، مالكش اي علاقة تمام. المهم دلوقتي عندنا الوصول بقى 13 مليون تمام، دول اللي احنا هنشتغل عليه. عندنا العمر من 18 نسيبها، الجنس نسيبها. تعالوا بقى بينا نختار الاستهداف التفصيلي للمجال بتاع الألمنيوم تمام. أول حاجة هنختار ألمنيوم. أول حاجة ألمنيوم أخدناها اهوت. بعديها هنكتب تجديد منازل تمام. بعد كده ممكن نكتب مطبخ. بعد كده ممكن نختار على الاقتراحات ونختار نافذة، نختار تصميم ديكور، نختار مينفعش طبعا نختار مطبخ مرتين لأن ده هيسبب مشكلة كبيرة جدا. نختار مفروشات، نختار مش شرط انك بقى تقول ان انا خلاص بقيت الحاجات مش موجوده ما ينفعش نختار، لا نختار برضو منزل. نختار في حاجات كتير ممكن تختارها، اعمال يدويه. في حاجات كتير طبعا ممكن مودرن فيوتشر.
هو تقريبا كده احنا اخترنا افضل الحاجات الاساسيه اللي ممكن نختارها، زائد ممكن بقى ان احنا نختار تصميم داخلي مثلا، باب داخلي. تقريبا كده مشغولات يدويه. احنا كده اخترنا اغلب الحاجات اللي ممكن نستخدمها. تمام. ممكن نختار برضو الزجاج، منضدة. نختار بقى اهم حاجه اللي احنا بنبدا نختارها دي. طبعا حاول انك تختارها في في اي اعلان انت بتعمله، وتختار المتسوقين المتفاعلون، وتختار الناس اللي هم التسوق وموضه ممكن، وتسوق على الشبكه. لو لقيتها مش موجوده في الاقتراحات فيا ريت انك تكتبها. هي لو ما ظهرتش عندك ف... فهي هو احتمال كبير تكون احنا اخترناها اصلا فوق هنا. تسوق وموضة. تمام. ممكن نستنى شوية هتلاقيها بتظهر معانا اهيت. تختار برضو اخر حاجة هنختار اللي هي التسوق. تمام يا شباب. طبعا بعد ما اخترنا الاستهداف معانا اهو يا شباب. تمام. بقى عندنا هنا وصول محتمل 13 مليون. تمام. هننزل طبعا تحت، عايز تحفظ الجمهور زي ما قلنا تقدر انك تحفظه بحيث انك تستخدمه تاني مفيش مشكله. نتاكد بس لحظه سريعه على الميزانيه. طبعا عشان اخدنا وقت كتير فالوقت عدى، فالمفروض ان الاعلان يكون يبدا من الوقت اللي احنا شغالين فيه، فاحنا هنقدر نعمل اعاده تعيين التاريخ من اليوم عشان اتاخرنا واحنا بنعمل شغالين في الاعلان. تمام. كده تقريبا احنا خلصنا خالص. باقي اخر خطوه اللي هي المواضيع اليدويه اللي بنعملها في كل الاعلانات. طبعا هنشيل انستا وهنشيل انستا برضو، انستا وماسنجر، وهنشيل ماركت بليس لان ده منتج واحد بيقدم خدمه، فاللي هو لازم يكون على الفيسبوك فقط. وهنشيل علامه البحث، وهنشيل المقال، وهنشيل كل الحاجات اللي باقيه الخالص الاخيره دي، وهنضغط على التالي. بس هيجي لنا اخر خطوه يا شباب، وهي طبعا هيقول لك هنا انك بنختار البيج. تمام. طبعا البيج اسمها الومنيوم ديزاين ايجيبت. بعد كده هندخل هنا هتلاقي ان احنا اصلا على البيج بحيث ان احنا نختار المنشور حالي، وهنضغط على تحديد المنشور. وهنا لازم نكون ان احنا هو ده المنشور، فهنضغط على ناخد الاي دي، هناخده كوبي ونروح على الاعلان، نبحث بالاي دي ونضغط علشان يظهر لنا البوست. زي ما انت شايف كده البوست ظهر معانا اهوت. تمام. بس كل اللي علينا ان احنا هو طبعا معمول زر ارسال الرساله شغال اهوت معانا في الاعلان. بعد كده هننزل وهنضغط على نشر مباشره. هنستنى اللي هو في عمليه النشر بتتم تلقائي، وبعد كده ندخل على مدير الاعلانات زي ما انت شايف كده. ندخل بقى على مدير الاعلانات من هنا، نقفل بقى العلامات التبويبيه المفتوحه دي كلها. هنلاقي ان في اعلان شغال معانا اللي هو واي اند ام. ده طبعا جاب 31 رساله اهوت، يعني حد ما كويس، يعني سعر الرساله جنيه و3 قرش. هنا الاعلان ده بيتراجع خلاص اهوت. تمام كده يا شباب. بس حلقه النهارده تكون خلصت. ده المثال التاني لواحد عنده خدمه هو بيقدمها، عنده صنعه بمعنى اصح، فحابب ان هو بيروح بيعمل شغل الالمونتال بتاع المطابخ والحاجات دي كلها، فحبينا ان احنا نصور فيديو واحنا شغالين في السبونسر كمثال توضيحي زي الفيديوهات ديت. بس نستنوا ان شاء الله في فيديو جديد هنتكلم برضو عن نفس الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله.